في سؤال بيخص العلاقات، آم، عن الفرق بين الحب والتعلق. طيب التعريفات اللي انا هقولها دي التعريفات من خبرتي انا بتاعتي انا، مش لازم انكم تشتروها او انكم تقتنعوا بيها، لانه كل شيخ وليه طريقه، والناس كلها الانسان طول عمره بيجتهد في انه يعرف حقيقه الاشياء، يعني ايه حقيقه الحب، ايه حقيقه التعلق. من اللي انا مقتنع بيه لغايه النهارده انه كل اللي احنا بنسميه حب ده، واللي اتبرمجنا بيه على مدار طفولتنا وحياتنا والافلام والمسلسلات والراديو وقصص الحب الرومانسيه، كل ده يعني طبعا على حسب ما انا يعني قادر استوعب لغايه دلوقتي، هي قصص تعلق ملهاش اي علاقه بما يسمى حب. القصه ليها ابعاد، اولا نفسيه جدا جدا جدا، من المدرسه الفكريه اللي انا مقتنع بيها. انت دايما هتتعلق بحاجات ليها علاقه بالتشايلد هود داينامكس، او الديناميكيات الطفوله في بيئه نشأتك الاولى. ببابا بماما، البنت وباباها شويه، البنت مع امها، الولد بباباه، الولد بامه. في ديناميكيات كتير بتحصل في المرحله دي، بتأسس جدا 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 للشخص اللي انت هتنجذب اليه رومانسيا لما تبدا تدور على انك في الاعدادي في ثانوي تبدا تنجذب لناس. الانجذاب ده اللي بيؤتي بعد كده من وجهه نظري والله اعلم، بما انا اللي انا بسميه تعلق، هيكون ليه علاقه ان انت نفسك تكمل حاجه كانت ناقصاك في بيئه النشأه الاولى بتاعتك. مش عايز اكون براجماتي جدا وعقلي جدا في الموضوع، لكن يعني بوجه عام وبنسبه كبيره ده اللي بيكون بيجذبنا في الناس، الراجل للست والست للراجل. حاجات ليها علاقه ببيئه نشأتنا الاولى. طبعا الاشياء دي لا واعيه لا واعيه لا واعيه لا واعيه، واحط 17,000 خط تحت لا واعيه. معظمنا مش واعيين بيها خالص لو ما كانش كلنا، وبنبدا نتوعى بيها لما نبدا نلاحظ احنا ايه مشاكلنا مع شريك حياتنا، مع حبيبتي مع حبيبي. بنبدا نتوعى بيها فقط لما بنبدا نتخبط في الوجع بتاع انه الحبيب الشريك ما بيلبلكش الاشياء اللي انت محتاجها، والعكس بالعكس طبعا. بنبدا نفهم ونفتح الملفات دي ونعرف القصه دي. طيب هرجع بقى ليه ده مش حب وليه ده انا هسميه تعلق. اولا التعلق بوجه عام هو ان انت وكانك مش هتقدر تعيش من غير الشخص ده، وكانك طبعا ده مبالغه شويه، انما انت بتبقى دايما متعلق، عاوز دايما الشخص ده. طيب ايه اللي على المستوى الفسيولوجي الجسدي بيخليك دايما عامل زي المدمن اللي عاوز ياخد المخدر بتاعه؟ لانه الشخص ده اللي انت انجذبت له في شهر العسل الاولاني، في حلاوه البدايات الاولانيه، بيكون دوقك شويه احتياجات منقوصه عندك في بيئه نشأتك الاولى، ودقت طعمها وشفت قد ايه طعمها حلو. ولما هنا بقى هقول شفت قد ايه طعمها حلو، يعني جهازك العصبي بدأ يفرز اندورفينز، وبنسميهم هرمونات، لكن هم نيورو ترانسميترز، هم موصلات عصبيه جهازنا العصبي بيفرزها لما بننجز شيء، زي الدوبامين والسيروتونين والاوكسيتوسين وحاجات، والنيوروبيرافيرين وحاجات تانية. فاول لما بتدوق تجربه حلوه وكانك بتصلح تجربه نشأتك الاولى مع شخص جديد، وتعتقد ان الزمن جاي يصالحك، طبعا في اللاواعي بنسميها بقى كيمياء، وبنسميها كيمستري، وبنسميها انجذاب، وبنسميها عجبني وعجبتني وانا معجب بيها وانا معجبه بيه. بنسميها مسميات وعي جمعي كتير جدا جدا جدا. فبنبدا الجهاز العصبي
لما بينجز ده ولقى انه الزمان جاي يعني هيصالحه، بيفرز الاندورفينات دي، والاندورفينات دي احنا بندمنها. فبتبدا تبقى كانك عندك حاله من الانجذاب، كانك عاوز المخدر ده تاني، انت مدمن المخدر وعايزه. وبما انه خلاص اللي بيدي لك المخدر ده اصبح حبيبك او حبيبتك، اللي جاي يصلح تاني، هكرر احتياجاتك الطفوليه اللي كانت في بيئه نشأتك الاولى ما تلبتش ليك وما خدتهاش، فده دوقك طعم الحلاوه بتاعتها، فبيبدا جهازك العصبي يبقى مدمن لهذا الشريك، لهذا الشخص، فبيبدا يبحث عنه دايما، وهنا يحصل تعلق. انت متعلق very much attached للي بيجيب لك المخدر بتاعك، اللي بيخلي جهازك العصبي يفرز الدوبامين ده، وفي كل مرة بتعرف تجيبه جسمك بيدوق الطعم ده تاني. فأنا كده سريعا يعني هكون خلصت موضوع التعلق. طبعا يعني اللي حابب يفهم شوية أكتر عن الموضوع ده، عندي ندوة مسجلة اسمها علاقات مشبعة، لو بس تواصلتوا معانا تقدروا تشتروها وتتفرجوا عليها وتداونلودوا الPDF بتاعها وتفهموا اكتر بكتير عن الاحتياجات الاساسيه بتاعت الطفل، وتعملوا السكورينج سيستم بتاعكم، وتفتحوا شويه الصندوق المظلم بتاع العقل الباطن، وتعرفوا شويه كده ايه الحاجات اللي بتخليك تنجذب لمين، وايه الاحتياجات اللي ما تلبتش في الطفوله بتاعتك، واللي دي دايما بتجيب لك نمط الانجذاب للطرف الاخر. يعني الحب بقى، الحب تاني من وجهة نظري، وتاني والله أعلم، وتاني ممكن أكون غلطان، هو الحب الإلهي وفقط الحب الإلهي. ليه هقول اللي هو إلهي؟ لأنه الحب ده في أصله عطائي بلا مقابل، في أصله عطائي وبلا مقابل، فيصعب ومش سهل خالص علينا كإنسان كبني آدم إنه يبقى ملاك، انه يبقى كانه عاوز يكون عطائي وبلا مقابل زي رب العالمين. فده شيء يصعب جدا على الانسان انه يعمله. ساعات بنوصل له في مراحل، احيانا كتيره بنوصل له مع اطفالنا، ممكن في بعض الاحيان، مش دايما مع اطفالنا، لانه احيانا كتيره افتكروا كده كل ام ربت وربت وربت وبعدين عيالها سابوها، فبتبقى دايما بتلومهم الاباء. غصب عننا بنكون منتظرين منهم مقابل معين ولو نفسي. فاحنا مش ربنا واحنا مش ملائكه، فما نقدرش احنا نوصل للمراحل دي غير بعد، يمكن بقى بعد مراحل تزكي وترقي نبدا ندوق منها شويه طعم كده يعني. الحب هو الانكونديشنال لاف، الحب اللي بلا مقابل، الغير مشروط. بنقدر نزوره ساعات مع بعض الاشخاص لبعض الاوقات، بس ما نقدرش نفضل عايشين بيه كتير. من الحاجات اللي بتلخبطنا ما بين الحب والتعلق، انه في بداية كل علاقة بنمارس الموضوع العطاء بلا مقابل ده في الاول خالص. بدخل ادي 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 ادي، فالطرف الثاني يدوق ايه ده حد بيديني وبلا مقابل، وهي او برضو يعني هو الطرف الثاني بيبدا هي كمان تدي 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 وبرضو بلا مقابل. لكن اول لما بنبدا نعشق ونبدا نفتح بعض والعلاقه تبدا بنبدا نبقى منتظرين هناخد امتى، ونبدا نتخانق على خناقه الاحتياجات ونشوف ايه ده ما ادانيش، دي ما اهتمتش، دي ما سالتش، ده ما كلمنيش، دي ما كلمتنيش، دي مش هاممها، وتبدا تتفتح تاني الصناديق المغلقه بتاعت الطفوله بتاعت الانمت نيدز، الاحتياجات الغير مشبعه بتاعتنا، فتحصل المشاكل. فده الاتاتشمنت وده الحب.